السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة لمسات ريهام الجزائرية. اليوم نحضروا مع بعض طبق العدس. شت كثير من التعليقات، النساء يحوسوا على كيفية طهي العدس، وقلت نشارك معاكم الطريقة نتاعي اللي نطيبها بها. ما تنسوناش بالتعليقات والاشتراك. هنا قبل ما نبدا، هنايا حضرت الخضر كما راكم تشاهدوا، وقطعت البطاطا زروديه كرافس، وهنايا نقيت العدس ودرته هنايا. وندير له الماء، نشله من قبل وندير له الماء ونديره يطبخ هنايا اول شيء. وثاني شيء نجيبو كوكوط مينيت تاعنا، والبصل كنت رابيته حبه كبيره تاع بصل رابيتها. اكيد درت شويه زيت ودرت البصله تاعي ونخليها تتقلى لي مليح، باش هذاك كي تقليها مليح ما تقعدش ديك البنه تاع البصله خضراء في العدس نتاعك. هنا نقلوهم مليح بهذه الطريقه، ومن بعد نضيفوا لهم الثوم. هنايا انا ميم طون راني نقلي في البصله ونخلط العدس نتاعي، ما ننساش بما يسقليش في القدر بهذه الطريقه. ونضيفوا هنايا الثوم، ماذا بيك تخلطيه بما ينحرق لك شويه، يعطيك ديك البنه المروريه كي ينحرق. هنايا نواصل نخلط حتى يتقلى لي مليح. ومن بعد هنا من بعد اللي تقلت لي البصله نضيفوا طماطم المصبره. انا نفضل هنايا نقليها مع البصل باش تطلق لي هذاك الليدام نتاعها، ومن بعد ما تطلقليش ديك الحموضيه في المرقه تاع العدس. بهذه الطريقه نقليها حتى تطلق هذاك الليدام نتاعها. فوالا كما راكي تشاهدي، راكم تشوفوا طلقت كاع الليدام نتاعها، وهنا نضمن باللي ما طلقليش ديك الحموضيه في المرق. هنايا قطعت الجزر واللفت الى قطع صغيره، ونضيف لهم بطاطا تاني حبه كبيره قطعتها هنايا مكعبات، ونضيف تاني كرافس اللي قطعته بهذه الطريقه، ونخلطهم باش يتشربوا لي هذاك بنه الطماطم والبصل بهذه الطريقه، وتجينا الخضر تاعنا بنينه. ونضيف لهم نص حبه طماطم رابي. هنايا ما تكتريش طماطم ما تجيكش حامضه بزاف. بهذه الطريقه نخلط ونضيفوا لي زيبيس. هنايا درت كمون، الكمون هو تاع العدس، وضفت الحرور هنا حسب الرغبه، ونضيفوا سكينجبير، ونضيفوا الكركم والزعفران. اكيد الزعفران اللي ما نستغنوش عليه حنا كجزائريين. ونضيف لها هنايا حتى نخلط، نضيف لها الملح. هنايا الملح حسب الرغبه، كاين اللي يبغي حاجه مسوسه ما تكتريش الملح، ديري ودوقي على حسب الرغبه نتاعك. بهذه الطريقه نخلطوهم، وهنايا نمرقوا نضيفوا الماء. ما تكتريش الماء بما يجيكش كيما نقولوا حنايا شورورو ولا مايحه، باه يجيك العدس تاعك شباب وبنين. هنايا انايا ما نرميش مباشره العدس مع الخضر ونبلع عليهم، لا. هنايا انا نخلي المرق يطيب مده نصف ساعه ولا 20 دقيقه، ومن بعد عاده نضيف لهم العدس اللي كنت طبخته لروحه. هنايا كما شاهدتوا ضفت ربطه تاع كرافس وبلعت عليها ونخليها مده 20 دقيقه. هنايا من بعد اللي طابت لي مده 20 دقيقه نضيف لها العدس اللي كنت طبخته سابقا. بهذه الطريقه كي تخلطي تشوفي المرق ما كترش كاع الماء، جا المرق هذاك هو. هنايا نضيف العدس. هنايا اذا كان المرق نشف لك تقدري تزيدي الماء، ما تبغي شويه العدس تاعك يكون مليح، ولا جاك داك هو. وضيفي الملح، دوقي وشوفي اذا خصك الملح ضيفيه. هنايا نبلع عليه مده 5 دقائق ونشوفوا في طبق التقديم. هذا هو العدس راكم تشاهدوا. كاين اللي تقول لك يجيني مشي بنين ولا جاني مشي شباب ولا ما تعرفش الطيبه، بالك الطريقه هنايا تختلف. كاين اللي يديروا العدس مباشره هكا ما يطبخوه ما والو،
وديره مباشرة في المرق، يطلق لها واحد البنة ماشي مليحة، خاطرش العدس كي تطبخيه يجي البنة نتاعه تختلف. هذا هو العدس في شكله النهائي. نتمنى فتكم فيها طريقة طهي العدس وتجربوه وينال إعجابكم. في وصفات أخرى، إلى الملتقى إن شاء الله.